محبي قناة أخبار، كانت متى لكم فرجة ممتعة المرجو عمل لايك واشتراك في القناة لتشجيعنا على الاستمرار والمشاهدة الجديد دائما. أكد ناصر الزفزافي قائد حراكن الريف القابع حاليا في الجناح رقم 8 بسجن عكاشة لمحاميه أنه ما زال متشبثا بنفس التوجهات التي كان يطالب بها خلال مشاركته في الحراك والمتجلية في السلمية وتوفير العدالة في المطالب والحقوق الاجتماعية والاقتصادية. ونفى سعيد بن حماني أن يكون قد تم إيداع الزفزافي في زنزانة انفرادية عكاشة أو في جناح شواذ، مشيرا إلى أن الزفزافي يوجد حاليا في زنزان رفقة 2 آخرين. الجناح رقم 8. وأفاد بن حماني أن الزفزافي يتواصل مع هيئة الدفاع بشكل عاد، كما أن عائلته تزوره بشكل منتظم وفي سياق ذي صلة. طالب سعيد بن حماني بتحسين ظروف سجناء عكاشة وتمتيعهم بما يحتاجونه من ضروريات أفرشة وأغطية ونظافة. كما طالب بن حماني باحترام الإجراءات القانونية في ملف الزفزافي ومن معه، وتوفير جميع الضمانات القانونية للبحث والتحقيق والاستنطاق في ملف المعتقلين على خلفية حراكن الريف. مشدع الإجراءات المصرية التي لم تحترم حقوق المعتقلين أو تتضمن خروقات ستكون محل طعون ودفعات أساسية.